المشاهدون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، ونستهلها كالعادة بالعناوين. إصابة 10 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. دعوة للمجتمع من أجل الدفع بالتعليم قبل النظامي. تنظيم أسبوع التبرع بالدم في إقليم شمال البحر الأحمر. مجموعة السبع تختتم اجتماعها بتحذيرات صارمة لإيران وروسيا. الأرجنتينيون يتظاهرون ضد اتفاق مع صندوق النقد الدولي. فيضانات كبيرة تضرب فرنسا وإسبانيا واليونان وتخلف 3 قتلى. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، نستهلها بهذا الإعلام من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز الفحص في الإقليمين الأوسط والجنوبي قد أظهرت إصابة 10 مواطن بفيروس كورونا، وظهر 8 من الإصابات في الإقليم الأوسط، 2 منها في معسكر دندن، و1 في كل من قجرات وسنبل وميتمناي وحزحز، و4 أسمرة ومواطن قادم من قندع، وإصابتان في مراكز الفحص في مندفرة في الإقليم الجنوبي. في غضون ذلك شفي 12 مرضى كورونا كانوا يتلقون العلاج في مستشفيات الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 7656، شفي منهم 7440، وتوفي 63 مريضا، فيما لا يزال 153 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 13 من ديسمبر 2021. صرح منسق مراكز التعليم الأكاديمي في مكتب التعليم بإقليم القشبركة السيد حيل أب أرأي أن التعليم النظامي أساس متين لمسيرة التعليم المستقبلية، لذلك على المجتمع القيام بأعمال جادة وقوية مانحا إياها الاهتمام الأكبر. وفي اللقاء الذي جمع السيد حيل أب بمدرسي وأصحاب المؤسسات التعليمية قبل النظامية في مديرية تسني، قال إن أغلب الطلاب الذين مروا عن طريق رياض الأطفال يتميزون بالتفوق والاهتمام الزائد، إلا أنه لم يعمل به في الإقليم كما يجب، مما أدى ذلك إلى عدم تقدم رياض الأطفال حسب المستوى المأمول. وأشار إلى وجود 102 روضة أطفال على مستوى الإقليم، 95 منها حكومية و7 خاصة، وهذه قليلة جدا بالنظر إلى عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى خدمات رياض الأطفال، موضحا وجود فرص واسعة لمن أراد الاستثمار في هذا الجانب على المستوى الخاص. وأوضح السيد حيل أب وجود جوانب قصور أهمها مخالفة المنهج الدراسي والاستعجال في بدء الكتابة في رياض الأطفال، وقلة توفر معلمين أكفاء وبنى تحتية غير مناسبة، وكذلك نواقص مستلزمات دراسية مختلفة، مناشدا المؤسسات الناشطة في رياض الأطفال إكمال مستلزمات دراسية توفي واحتياجات الأطفال. من جهته قال مسؤول المدارس في مديرية تسني السيد سرافئيل كفل قرقيش أن المديرية تضم 5 رياض أطفال حكومية وخاصة تقدم الخدمات ل 650 طفلا، موضحا سريان العمل من أجل إكمال النواقص والقصور. وذكر السيد حيل أب أرأي رياض الأطفال التي ظلت تقدم خدمات غير كفؤة لتحسين الخدمات، وفي حال لم تنفذ هذه فسوف تتخذ إجراءات تصل إلى مستوى الإغلاق، مشيرا إلى إبداء التعاون الكامل للمستثمرين الذين لهم قدرات وإمكانيات الاستثمار في هذا الشأن. نظمت جمعية المتبرعين الطوعيين للدم في إقليم شمال البحر الأحمر أسبوع التبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم في الفترة من 28 من نوفمبر وحتى 5 من ديسمبر.
وقد جمعت خلال الأسبوع حوالي 900 كيس دم من العمال والمدارس في مدينة مصوع وضواحيها. وأوضح رئيس الجمعية في الإقليم السيد أحمد جعفر مساهمة الجمعية في السنوات الستة الماضية بدور فعال للتوعية بالتبرع الطوعي للدم ورفع عدد المتبرعين الطوعيين للدم. وقال إن محدودية فترة التبرع بالدم في إقليم شمال البحر الأحمر نتيجة الأوضاع المناخية غير الملائمة وبعد المناطق ومشكلة المواصلات من مصاعب وتحديات النمو بنك الدم بالمستوى المأمول. وتضم جمعية المتبرعين الطوعيين للدم في إقليم شمال البحر الأحمر التي تأسست عام 2015 أكثر من 5000 عضو. أفاد مدير إدارة مديرية قنداع السيد عمر يحيى مشاركة المواطنين المشجعة في إنجاح البرامج التنموية وخاصة أنشطة حماية التربة وحفظ المياه. وأوضح السيد عمر في اللقاء الذي أجراه مع السكان وموظفي الحكومة تطور أنشطة حماية الغابات بفضل التوعيات الجارية وبدء اتخاذ خطوات رادعة للحد من مخالفات قطع الأشجار النادرة الجارية في جنح الظلام، داعيا مدراء الضواحي للمساهمة بفعالية في هذا الشأن. وناشد السكان لتفعيل التعاون مع الجهات الأمنية واتخاذ الحيطة والحذر لتنفيذ التعليمات الصادرة جيدا لمكافحة جائحة كوفيد-19. وأكد المشاركون بدورهم المشاركة الفعالة في الأنشطة التنموية بتمتين تعطيراتهم. قال المزارع النموذجي برهان كبرآب من مديرية قلب إنه يسعى لتوسيع زراعة فاكهة الأفوكادو في البلاد عامة والمعتصر زراعته حاليا في إقليم عنسبة. وذكر أنه أدخل زراعة الأفوكادو من عام 1996 وظل يعمل لتعريف المزارعين بهذه الشجرة لنشرها في البلاد عامة. وذكر أنه بدأ زراعة شجرة الأفوكادو ببذور قادمة من السويد قبل 25 عاما ووجد التشجيع من زيارة وزير الزراعة ولديه حاليا نحو 500 شجرة يعمل لزيادتها. وأوضح أن زراعة شجرة الأفوكادو واحدة في المنزل له الكثير من الفوائد الغذائية. وقد أعد حاليا أكثر من 2300 من شتول الأفوكادو. وأشار خبير تنمية البساتين في مديرية قلب السيد محمود الحاج عثمان أن زراعة الأفوكادو التي بدأت بالمزارع برهان كبرآب يتم تنميتها حاليا ب8 مزارعين. استشهد يوم أمس 12 من ديسمبر مدير قسم دراسة الأسواق والإحصاء في وزارة السياحة المنادل الحيلي الأزهر عن عمر بلغ 77 عاما جراء مرض فجائي. التحق المنادل الحيلي الأزهر بصفوف قوات التحرير الشعبية عام 1975 وخادم في مرحلة الكفاح المسلح في أجهزة المالية والإدارة الشعبية والتعليم، وبعد الاستقلال بداية في وزارة التعليم ومن عام 2003 وحتى استشهاده في وزارة السياحة. الشهيد المناضل الحيلي الأزهر رب أسرة وأب ل4 أبناء، وقد ولي جثمانه الثرى عصر اليوم الاثنين 16 من ديسمبر في مقبرة الشهداء في أسمرة. وتعرب وزارة السياحة بالغ حزنها لاستشهاد المناضل الحيلي الأزهر وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لنوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي اتفق أعضاء مجموعة السبع في ختام اجتماعهم في ليفربول على تحذير إيران وتذكيرها بأن المفاوضات الجارية لإنقاذ الاتفاق النووي هي فرصتها الأخيرة، كما أنذر قادة المجموعة روسيا من الهجوم على أوكرانيا. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليذ تراس التي تتولى بلادها حاليا رئاسة مجموعة السبع إنها الفرصة الأخيرة أمام إيران للمجيء إلى طاولة المفاوضات مع حل جدي لهذه المشكلة.
بحسب ليذ تراس، فإن اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع عبر عن جبهة موحدة في مواجهة موسكو التي يتهمها الغربيون منذ أسابيع بالتحضير لاجتياح محتمل أوكرانيا على الرغم من نفي الكرملين ذلك. وقالت الوزيرة البريطانية أن اجتماع ليفربول أظهر الصوت الموحد لدول مجموعة السبع التي تمثل 50% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي، وهو واضح جدا بأنه ستكون هناك عواقب هائلة على روسيا في حال غزو أوكرانيا. تظاهر عشرات الآلاف من الأرجنتينيين ضد إعادة التفاوض بشأن الديون التي تحاول حكومتهم الحصول عليها من صندوق النقد الدولي، وتثير مخاوف لديهم من دمار اجتماعي ما زالوا يتذكرونه نجم عن خطط إصلاح سابقة. واجتاح متظاهرون من منظمات يسارية راديكالية وطلاب ونقابات ساحة مايو التي يعبر فيها السكان تاريخيا عن فرحهم أو غضبهم أمام القصر الرئاسي. وهاجم المتظاهرون صندوق النقد الدولي وحكومة يسار الوسط المتهمة بالموافقة على الاستدانة لتسوية ديونها البالغة 44 مليار يورو بحلول 2024. في المقابل ستتبنى الحكومة سياسة ميزانية صارمة في بلد يشكل فيه الفقراء 40% من السكان. أحدثت الأمطار الغزيرة التي تساقطت على مدن المنطقة الجنوبية الغربية من فرنسا فيضانات كبيرة، حيث خرجت الأنهار عن مجاريها وغمرت الشوارع والبيوت والحقول، واضطرت السلطات إلى إجلاء أكثر من 400 شخص من سكان المنطقة الذين تضرروا من سوء الأحوال الجوية. وتم تسجيل خسائر مادية بمدينة بابون الفرنسية على وجه خاص، حيث خرجت المياه عن مسار نهر نيف، وتعين إغلاق مؤقت للطريق السريع من فرنسا إلى إسبانيا، كما تعطلت حركة القطارات بسبب حدوث انهيار أرضي أحدث أضرارا على مستوى السكك الحديدية. وانتشل رجال الأنقاذ في شمال إسبانيا جثة رجل من شاحنة صغيرة غمرتها المياه، هي ثاني وفاة مرتبطة بفيضان مياه الأنهار في هذه المنطقة جراء الأمطار الغزيرة. وأدى فيضان مياه الأنهار إلى قطع الطرق وإلحاق أضرار بالمنازل والمحاصيل الزراعية والبنية التحتية في غرب اليونان، وكذلك في ثالث في الشمال الشرقي. توجت الهندية هارناز شاندو ملكة لجمال الكون في مدينة إيلات الإسرائيلية وسط ضغوط واجهتها الكثير من المشاركات لمقاطعة هذا الحدث العالمي. كذلك واجهت النسخة 70 من المسابقة السنوية التي تقام في إسرائيل للمرة الأولى أيضا تعقيدات بسبب جائحة كوفيد-19 ولا سيما بروز المتحورة أوميكرون. واختيرت ساندو ملكة لجمال الكون في المسابقة التي جرت في مدينة إيلات الساحلية الواقعة على البحر الأحمر، فيما حلت ملكة جمال باراغواي نادية فيرارا وصيفة أولى، وملكة جمال جنوب إفريقيا وصيفة ثانية. وتوقع المنظمون أن يكون شاهد حفل تتويج الملكة نحو 600 مليون شخص في 172 دولة. مشاهدين، ختاما لهذه النشرة إليكم أهم ما جاء فيها. إصابة 10 مواطن بفيروس كورونا اليوم. دعوة للمجتمع من أجل الدفع بالتعليم قبل نظامي. تنظيم أسبوع التبرع بالدم في إقليم شمال البحر الأحمر. مجموعة السبع تختتم اجتماعها بتحذيرات صارمة لإيران وروسيا. الأرجنتينيون يتظاهرون ضد اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وفيضانات كبيرة تضرب فرنسا وإسبانيا واليونان وتخلف 3 قتلى. هكذا انتهت نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.